يعني الهتافات بتقول ان هم احنا مش عايزين نخرج، احنا هنفضل موجودين هنا لحد اخر نقطة دم، في اخر نفس فينا. احنا مش عايزين نخرج، احنا مش عايزين انه يتم اعتقالنا، مش عايزين انه يتم التمثيل بينا او تنص علينا قضايا. يعني احنا سلميين وهنفضل سلميين، مش عايزين ان يتم التمثيل فينا ابدا. هذا هتاف يعني يردد بالقرب من البوابة الرئيسية التي يقف خلفها عناصر الأمن وعدد كبير من البلطجية عدا عن الأبواب الثانية. هذا نداء موجه للخارج طبعا. الهتاف الآن الهتاف هو موجه للخارج، الهتاف موجه للخارج ان احنا ايد واحدة وهنفضل مع بعض ايد واحدة. ما احنا كلمتنا واحدة هنا جوه المسجد، مش هنتفرق، احنا موجودين. انا اسمحي لي ان انا اطلق نداء استغاثة يعني دلوقتي من على قناتكم، انه انزل يا مصري، انزل يا مصري، ما عادش في مكان ان انت تقعد في البيت. انت قاعد في البيت ليه لحد دلوقتي؟ بكره الدور هيجي عليك، ما تقلقش. انت لو قعدت النهارده بكره مش هتعرف تقعد. انا بوجه نداء استغاثة من قناتكم للصليب الاحمر الدولي، اللي يجي يشوف اللي بتعمله حكومة الانقلاب في الشعب المصري، ان هي بتمارس عملية ممنهجة في الابادة الانسانية للناس اللي بتعارض الانقلاب على رئيس المنتخب. احنا مش بندافع عن مرسي، احنا بندافع عن عملية ديمقراطية آمنا بيها وصدقناها. طيب شيماء كشخص يخضع، يعني شيماء أنت كشخص يخضع للحصار وأيضا حياته معرضة للخطر في أي لحظة، ما الحل الذي تتوقعينه ربما الحل الذي يخرج هؤلاء المحاصرين من داخل المسجد بأمان؟ الحل الوحيد ان الناس تنزل تحشد في الشوارع وتيجي تنقذنا، تيجي تفتح ممرات امنه غصب عن الشرطه والجيش. لكن الجيش اللي هو يعمل الممرات الامنه دي سواء الجيش او الشرطه، ده فخ كبير قوي كبير قوي قوي قوي. يعني الناس اول ما تخرج من الممرات الامنه بتاعت الجيش والشرطه هيتم سحلهم في الشوارع. الناس ديت لو ما خبطش عليها بره قدام المسجد الفتح هيتخبط عليها في بيوتها. يعني وجود متظاهرين ومعتصمين وداعمين لكم في الخارج يمكن أن يمنحكم بعض الأمان ونوع من الضمان في أن قوى الأمن والجيش والشرطة والبلطجية لن يتعرضوا لكم؟ يا فندم ما فيش الضمانة دي. مين اللي يقدر يدينا الضمانة دي؟ مين اللي يقدر يدينا الضمانة دي؟ حد يديني الضمانة دي وانا اخد دلوقتي. بس ما فيش ضمانة. ما لهمش كلمة حضرتك. ما لهمش كلمة. بعض المحاصرين اقترحوا وجودا للجيش فقط وإزالة أي مظاهر لعناصر الأمن والبلطجية، بأن الجيش باستثناء بعض القيادات ربما يكون حامي المواطنين المصريين المحاصرين داخل المسجد. والله حضرتك أنا مش عارفة يعني البلطجية في منطقة رمسيس حدث ولا حرج. يعني المناطق اللي بتعدي فيها البلطجية من عند اسم الأزبكية وغيرها منتظرين بس حد يطلع بره. المشكلة ان احنا ما عندناش ضمان ولا كلمة لحد. ما عندناش كلمة ولا ضمان لحد، لا في الجيش ولا في الشرطة. كذابين. احنا جربناهم مرة واثنين وثلاثة. طيب شيماء يعني خلينا نجربهم مرة ثانية. يعني هناك منكم من ما زال بمقدوره التواصل عبر الهواتف التي بقي فيها قليل من الشحن، التواصل مع العالم الخارجي. يعني ماذا يخبركم هذا العالم الخارجي؟ من تتواصلون معكم ماذا يقولون لكم الآن؟ يعني خليني اقول لك انا مثلا اهلي بيتواصلوا معايا يقولوا لي شيماء صورتك على الفيسبوك وانتد، يعني مطلوبه. ليه انت بتحاولي تلاقي اللي بيحصل جوه المسجد؟
يعني اهلي خايفين عليا. انا اتوقع ان الناس كلها كمان اهلها كده، كل الناس تسأل طب انتوا اطلعوا، طيب كلموا الجيش، طيب هم مش عارفين اللي احنا فيه، هم متخيلين ان احنا يعني حد محجوز في مكانه هيطلع كمان شوية. الناس مش مستوعبة ان هو يعني ان الجيش والشرطة حرقت مسجد رابعة باللي فيه، ومسجد الايمان حرقته باللي فيه، وكان متوقع ان هي تحرق مسجد الفتح باللي فيه، لولا ان ربنا قدر شيماء سبب من الاسباب انه يعني ان احنا نبعد الموضوع ده. طب ما اكثر ما تخشينه الان يا شيماء؟ نعم، ما اكثر ما تخشينه الان؟ في الحقيقة انا اكثر ما اخشاها، اكثر حاجة انا ممكن اخشاها ان انا يعني اول ما اطلع يعني رصاصة ما تعرفيش جت منين، الله اعلم، بلطجي، داخلية، شرطة، ما تعرفيش في اخر يعني طلق ناري طائش. المصري مش ضيق، المصري يبقى رخيص في بلده. ده اكثر حاجة انا بخشاها، ان انا اول ما اطلع في الشارع ان يتم اطلاق النار بشكل عشوائي، يموت من يموت ويبقى من يبقى، ويقول لك بعدين في الاخير ده والله ده تبادل اطلاق نار. نحن نتابع معكم منذ ساعات، نتواصل معكم مع أشخاص عديدين وأنت منهم شيماء منذ ساعات هذا الحصار على مسجد الفتح، ولكن يعني نرى الآن توترا، يعني الذين كانوا يجلسون الآن في المسجد الآن يقفون ويرددون هتافات ويسندون الباب من الخلف. هل تتوقعين أن تكون لحظة الاقتحام قريبة؟ والله حضرتك انا بقيت مشوشة جدا، ما بقيتش عارفة يعني بالظبط ايه اللي احنا ممكن نعمله، او احنا ممكن نتصرف ازاي، او احنا بننتظر ايه. انا في الحقيقة ما عدتش عارفة. انا كل اللي انا عارفاه دلوقتي ان انا بقول للناس يعني ما تطلعوش، ما تخلوش الناس تضحك عليكم وتقول لكم انتوا لو يعني هنعمل لكم ممرات امن، مفيش حاجة اسمها ممرات امن. طيب شيماء، يعني لحظات عصيبة تعيشينها الآن أنت والباقين، إلى من تتوجهين من جديد؟ ما الذي تقولينه؟ يعني أنا أتوجه برسالة، أنا أتوجه بأكثر من رسالة لأكثر من طرف. أنا هتوجه برسالة أول حاجة لعيلتي اللي موجودة في مكان، أنا يعني في أماكن مشتتة، يعني أنا وأخواتي كل واحد في مكان، يعني يعلم الله اني يعني قلبي يعني نفسي ان انا اشوفهم كلهم يعني ويتم ان احنا فيه ده على خير واعرف اشوفهم مرة تانية. يعني انا بوجه رسالة لبابا وماما انه انا موجودة، ما محدش يقلق عليا، انا كويسة. دي رسالة. والرسالة التانية انا بوجهها للمصريين، في البيوت. انزل يا مصر، انزل، خلاص ما عادش في مجال ان انت تقعد، انت خلاص ما عادش في مجال ابدا ان انت تقعد في بيتك واحنا هنا، خلاص ما عادش في حرمة لحد، لا بيت لا للبيوت الله ولا للاحياء ولا للاموات. الرسالة اللي بعد كده انا عايزة اوجهها للمجتمع الدولي اللي بيقول انه الناس اللي موجود دي ان هو بيتعاطف معاها لكن هو مش بيعمل معاها حاجة. احنا مش بننتظر منكم حاجة، ولا احنا متخيلين ان انتم ممكن تتعاطفوا معانا، لكن بلاش بعد كده تضحكوا على الناس باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، لان انتوا اكثر ناس بتنتهكها. احنا مش عايزين كده. اخر رسالة انا بحب اوجهها لقناتكم، انا متشكرة قوي ان انتوا اتحتوا لنا الفرصة ان احنا يعني ان انتوا تكونوا فرصة ان احنا نقدر نتوجه به للناس ونتكلم معاهم. انتوا كنتوا الوسط الوحيد اللي احنا ممكن نتكلم بيه هنا للناس المحجوزة في المسجد.